انا معرفش الولاد دول مستقويين قلبهم عليا كده ليه ومش حاسين بالغلا اللي احنا فيه. لحقتهم كانوا هيدبسوني في 800 جنيه. عملت فيها نصحة وقلت لهم اقفلوا بسرعة، انا هعملها لكم انا ب 30 جنيه. وعملتها وببص اشوف منظرها، اتصدمت صدمة عمري كله. بجد ندمت ان انا عملتها. ادي اخرة اللي تبص للتوفير. هنحضر حلة كده صغيرة وهنحط فيها كوباية من السكر، كوباية الا ربع من المية، وعصرة ليمونة، وهنحطها كده على النار. هنسيبها تغلي كام غلوة كده، وبعد كده هنهدي عليها النار خالص. ولما يتقل شوية هنحط كيس فانيليا قبل ما نطفي. احنا عملنا سيرب وسط، له تقيل وله خفيف. بعد كده عندي نص كيلو من الكنافة انا حطاها في الفريزر من قبلها، وطلعتها من الفريزر. هنقطعها بالسكينة كده، هتلاقوها بتتفرفت معاكم على طول، او ممكن تضربوها في الكبة. هتنعم معاكم، يعني مش هتاخد وقت خالص لانها هتبقى مفرفتة، يعني هتتكسر كده وهي بتلجها، هتتكسر معاكم بسرعة. ولو انت هتعمليها بسكينة اهم حاجة يعني افركيها كده بايدك، علشان لو فيها اي تكتلات شيليها خالص، اللي هي الكتل اللي هي بتبقى موجودة دي لو لقيتي فيها يعني. وهنحطها بقى ببولة كده وهتبقى عندنا بالشكل ده. هنحضر عندنا صينية مقاس 26، اللي هي الحرف بتاعها اللي هو مش عالي قوي. هنحط حوالي 4 معالق من السمنة تحت، أو ربع كوباية سمنة. وهنحط الكنافة. أنا محطتش عليها أي حاجة، ولا سمنة ولا سكر بودرة ولا أي حاجة. لو عندك سكر بودرة ممكن تحطي معلقة واحدة بس عشان يعمل تماسك، مش أكتر من كده. بعد كده هنحط حوالي نص كوباية من السمنة فوق الكنافة، وهنضغطها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. والسمنه اللي انتوا هتستخدموها لاي حلويات مش بس للكنافه، يا ريت يكون فيها نسبه من البلدي. بعد كده عندنا باقي الكنافه انا فرفضتها كويس كده بايديا. وبعد كده هنضيف عليها معلقه من السكر البودره، نص كوبايه من الزبده السايحه، وزي ما بقول لكم ضيفوا معاها معلقه سمنه بلدي حتى، هتدي ريحه وطعم حلو جدا. هنجيب 3 كوبايات من اللبن، هنحط عليهم معلقه واحده بس من السكر، وهنضيف 3 معالق كبار من النشا. يعني لكل كوبايه من اللبن هتاخد معلقه نشا، وهنقلبهم كويس جدا على البارد. وبعد كده هنرفعهم على النار، وايدينا فيه بقى باستمرار كده لحد ما الخليط بتاعنا ده او الكريمه دي تغلي معانا وتعمل فقاقيع كده من الجناب. هنحط بقى الفانيليا اخر حاجه، علشان الريحه تفضل بتاعه الفانيليا تفضل موجوده في الكريمه بتاعتنا دي، علشان تضيع ريحه الزفاره بتاعه اللبن. مش هنشيل بقى الحله اول ما يتقل، مش هنشيل الحله على طول غير لما تعمل فقاقيع كتير كذا مره، علشان نتاكد ان هي كده القوام بتاعه تقل وبقى مظبوط. هنفضي الكريمه بتاعتنا كده على الكنافه وهنوزعها، بس نخليها لحد اخر الكنافه، بس ما نجيبهاش ناحيه الحرف بتاع الصينيه. بعد كده هنعمل طبقه خفيفه من الكنافه كده على الوش. وبعد كده بقى هنعمل حاجة حلوة قوي. هنحط طبق كده في النص وهنعمل شكل الهلال، بس هنعمل بقى كمان الشكل ده اللي هو البابلز ده. هناخد بقى كده معلقة غويطة، اللي هي المعلقة بتاعت المقادير، او لو ما عندكيش المعلقة دي ممكن تستخدموا غطا ازازة او اي حاجة عندكم يعني صغيرة كده هتستخدموها، هتعملوا بس بيها شكل الهلال كده. وباقي الحته اللي في النص هنكملها طبقه كنافه عاديه جدا جدا. تقدروا ما تعملوش الشكل ده لو انتم مش حابين او ملكوش خلق يعني ان انتم تعملوا كل ده. ممكن تعملوها طبقه من فوق عاديه جدا، يعني طبقه متساويه من الكنافه. وهنحط شويه سمنه برضو على الوش كده. وانا مسخنه الفرن هحط فيه الصينيه. اول ما الاقي الجناب ثابت كده من الجنب واخدت لون ذهبي، يبقى هي كده خلاص احمرت من تحت. ممكن نفتح عليها الشوايه تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنسقيها بقى بالشربات البارد، احنا عاملينه في البداية خالص علشان كان يبرد خالص. الكنافة بتطلع سخنة من الفرن وبنسقيها بشربات بارد على طول، بتاخد كفايتها من الشربات وما نكترش قوي. هعمل كمان نجمة كده جنب الهلال عشان يبقى المنظر حلو. ما هم كانوا عايزين يدبسوني في 800 جنيه، يبقى لازم ندي الحاجة حقها علشان ما يقولوش اللي بره احلى. بصوا بقى المنظر بتاعها عامل ازاي، شكلها بجد تحفة. وتعالوا بقى كمان اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا، طريه، والكريمه طعمها حلو جدا. كمان الشربات بتاعها معقول علشان ما يجزعش، يعني تبقى مظبوطه كده. بجد جربوها. يعني عجبت ولادي جدا جدا، وندمت ان انا عملتها لانهم عايزين منها على طول، بيقولوا لي يا ريتك تعملي لنا منها على طول.